يسعد مساكم. بدنا نحط الميكروفون يا اسم. أول شيء أنا حبيت إني أشكر حضور كل شخص فيكم اللي مهتم بإصدارات جديدة، وخصوصا حبيب الحكاية. حبيب الحكاية هيدا ما بحكي عليك تبعنا وقت أكثر من 3 سنين ونص نحن عم نشتغل فيه. يمكن البعض يقول ليش؟ يمكن يقول مش المفروض ياخذ القلب. سيدي بدنا نسمعه ساعة زمان نشغل عليه هالفترة من الوقت. بس صدقوني أنا من حبي لعملي، من حبي للأغنية اللي بشتغل فيها، من حبي إني أشوف الرياكشن على وجوه الناس اللي أمنوني هذه المسؤولية، وهي مسؤولية، والناس اللي حبوني والناس اللي آمنوا فيني وصدقوني. ما بقدر أنزل الألبوم إلا ما أكون كثير مصدق كل حرف عم غني فيه. بداية أنا بدي أشكر كل الوسائل الإعلام والصحافي والمصورين كمان اللي تعبانين معنا اليوم حتى يغطوا هذا الحدث لمئات من الملايين من الناس اللي حيشوفنا اليوم ويعرفوا عن إطلاق ألبوم حبيب الحكاية. وكمان بدي أشكر كل شخص تحملني، ما بدي أقول ساعدني، بدي أقول تحملني بهذا العمل، لأني أنا عن جد بتعبر كثير. أنا زلمة بالشغل وقت الجد، والألبوم بالنسبة لي هو جد شوي نكهة. بشكر بالبداية خيي خضر عداني مدير باك ستيج ومساعدية عبد الخليل ومع الجوش وعلى الجوهري اللي عاشوا معي لحظة بلحظة تداعيات. بشكر كمان الفنان ناصر الأسعد اللي عمل لنا معظم الشغل. مثل كل موجود ناصر؟ ناصر الأسعد أكثر واحد تحملني هو الأستاذ ناصر الأسعد. حييك من كل قلبي، أنا تعبتك كثير، قدام كثير عم أعترف، وشكرا لك على كل شيء تحملتني فيه. وبشكر المخرج الأستاذ والصديق عماد زهر يلي طبعا عماد زهر انتم عارفين انه انا مشواري معه طويل من اول فيديو كليب طلع بالعالم العربي اللي هو الاشياء والعيون اللي صورناه بامريكا، واليوم بعد ما انتقل الى بيروت حبيت انه تكون اول نتائج اعماله هو انا اسمي حبيبه من البوم حبيب الحكايه. بدي اشكر الفنانين كلهم اللي اشتغلوا. حي الفنان الاستاذ الشاعر الكبير توني ابي كرم. حي الشاعر الكبير الاستاذ احمد ماضي. حي الملحنين الرائعين نيكولا شبلي وعادل العراقي، والاستاذ الموزع والفنان الكبير وليد المسيح. وبشكر كل الشعراء والملحنين والموزعين يلي شارك معنا. مع بعض لو سمحتوا. زيادة خلينا يبين الشباب وراك. بس لو سمحتوا. انا بحب اشكر انغامي بليا ابو صالح وكل الشباب اللي معه، اللي طبعا اول ما سمعنا الالبوم كان من خلال انغامي. سامر ايوب كمان، سامر على التوزيع لكل العالم العربي اللي اهلا فيه. ثانك يو. هلا ليش حبيب الحكايه؟ صح؟ بزمن
بزمن الجريمة وبزمن الاعتداء وبزمن اللا عدل وبزمن السواد أحببت إني أعطي سمعي وأقدم حبيب حكايتي لنتذكر إنه هي بتحكي أغلى ما نملك بهذا المشوار اللي بنمشي فيه بحياتنا. لازم نتذكر إنه من قلب العقل لازم ينحضر. وبدي أشكر كمان فاتن عطار على الكفر الرائع اللي عملته. بدي أشكر فرح بنتي فوتوغرافر اللي كمان تنكفر. فبدنا نقول احنا رسالتنا للعالم لانه مهما صار شو ما صار بتحكي رح تبقى انتم حبايب حكيتي نحن معودين نقول حبيب قلبي مش هيك؟ من اليوم رايح حبيب تحت حيقول له يلا بقول له انا اسمي حبيبك بقول له انت حبيبي قلبي بقول له انا حبيبي انت حبيب تحت. فمبروك علينا وعليكم الالبوم. ثانك يو جانا كمان نايس استاذ راغب معه الالبوم اللي وياه الايدين مش بس بحمل ميكرو بتساعد الناس. كلمة الله عند الناس بتوفقني وبتوفق البلد. فيا استاذ راغب انت اسمك راغب علامة. سامحني بقدر اقول لك راغب بس ما بقدر اعطيك علامة. حبيبي يلا حبيبي الله